السلام عليكم. مرحبا بكم متابعي ومتابعات قناة نجوميات. إليكم أشهر زيجات الفنانين العرب في النصف الأول من عام 2023. إسلام حافظ وجيهان خليل. أعلن الممثل والسيناريست إسلام حافظ عن زواجه من الفنانة المغربية جيهان خليل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وفي وقت سابق أعلن الفنان الشهير إسلام حافظ ارتباطه عاطفيا بالفنانة الشابة جيهان خليل، حيث شارك الفنان صورة تجمعه بصديقته آنذاك الممثلة جيهان، وعلق عليها قائلا: My love، أطيب ما رأت عيني، الله يبارك فيكم جميعا. الأمر الذي أكد للجمهور ارتباطه رسميا بالفنانة الجميلة والمتألقة جيهان خليل. والجدير بالذكر أن النجمين إسلام حافظ وجيهان خليل استطاعا خطف الأنظار إليهما بأدوارهما المختلفة في الموسم الرمضاني 2022، إذ أن كل منهما حقق نجاحات باهرة من خلال العمل الدرامي الذي قدمه. المطرب إيساف. بعد سنوات من العزوف عن الزواج وتفضيل حياة العزوبية، قرر الفنان والمطرب إيساف دخول قفص الزوجية، حيث فاجأ متابعيه بعقد قرانه على فتاة تدعى رضوى من خارج الوسط الفني، والذي احتفل به وسط الأهل والأصدقاء المقربين له داخل أحد المساجد الكبرى بالقاهرة الجديدة. وخلال مداخلة هاتفية على إذاعة ON Sport FM، تحدث الفنان عن تفاصيل تتعلق بحياته الشخصية وزوجته أيضا، وكيف تعرف عليها والتقى بها، قائلا: أكثر حاجة عجبتني فيها إنها طبيعية جدا وحقيقية بنسبة 100% من أول يوم عرفتها فيه، وده شيء بالنسبة لي بقى صعب حد يلاقيه. غدير الفهد وحيدر الفيلي. وقعت الفنانة الكويتية غدير الفهد مع العراقي حيدر الفيلي عقد قرانها بعد قصة حب، وكان الزواج فوق المتوقع بسبب وثائق الزواج التي كشفت عن قيمة المهر والمؤخر الخيالي، حيث شارك حيدر عبر حسابه مقطع فيديو من عقد قرانه ظهر فيه مع العروس غدير الفهد وهما بجانب المأذون ويراجعان معا بنود وثيقة الزواج. ومن بين البنود المهر الذي بلغت قيمته كيلو ذهب عيار 21، حيث ظهرت حالة من الصدمة على المأذون حين وصل إلى بند المؤخر المتفق عليه بين العروسين، والذي وصل إلى 1,000,000 يورو. وتعجب المأذون عند قراءته لهذا البند وتوقف للتأكد ثم تابع. حسن شاكوش وريم طارق. أقيم حفل زفاف الفنان حسن شاكوش من زوجته ريم طارق يوم الجمعة الموافق ل10 مارس 2023، وذلك في أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور العائلة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن. كما حضر الحفل زملاء الفنان حسن شاكوش مثل حمو بيكا وعمر كمال، مع العلم أن الحفل بدأ بسجود العروس ريم طارق على الأرض تعبيرا عن شكرها لله لزواجها من حسن، وسط ذهول الحضور ما بين مؤيد ومعارض لهذه الحركة. ومن ناحية أخرى، أشعل الفنان تامر حسني حفل الزفاف وسط تفاعل الحضور، وكذلك قام الفنان مصطفى قمر بالمشاركة مع تامر بتقديم أغنية السود عيونه إهداء للعريس والعروسة. غدير السبتي. أعلنت الممثلة الكويتية غدير السبتي
زواجها للمرة الثالثة، وذلك بعد مرور 3 سنوات على طلاقها من زوجها السابق المخرج البحريني أحمد الفردان. الفنانة فاجأت محبيها بإعلان زواجها على هامش تواجدها في مهرجان الفجيرة، وخلال لقاء صحفي كشفت أنها تزوجت الإنسان الذي لطالما تمنته، وقالت بسعادة: تزوجت من جديد والحمد لله، تزوجت الإنسان الذي كنت أتمناه طول عمري. وبشأن لقائها بزوجها، لفتت الفنانة إلى أنه كان يسكن بجوار منزل أسرتها عندما كان بعمر 13، لكن الأقدار شاءت أن يفترقا ويسلكا طرقا مختلفة في الحياة، فكلاهما تزوج وأنجب أطفالا، إلا أن الصدفة جمعتهما مجددا دون تخطيط. وقالت: صدق بعض المرات يعني لما تلتقين بإنسان صدفة يكون أفضل من أنك مخططة لهذا الشيء. وأوضحت الفنانة أنها رفضت فكرة الزواج بالمطلق خاصة بعد تجربة زواجها الثانية، لكن قلبها دق من جديد. أمل العوضي. أكدت الإعلامية الكويتية مي العيدان اعتزال مواطنتها الفنانة أمل العوضي عقب زواجها من شخصية مرموقة حسب وصفها، وذلك بعد اختفائها وحذف جميع صورها من حسابها على إنستغرام، والذي يتابعها عليه أكثر من 4.2 مليون شخص. وشاركت العيدان منشورا عبر تطبيق إنستغرام كتبت فيه: ألف مبروك للفنانة أمل العوضي على الزواج. من مصادر مؤكدة وبشكل رسمي تم زواج أمل العوضي من شخصية كويتية مرموقة في هدوء وبشكل أسري محدود، واعتزال أمل العوضي الفن بعد الزواج. وأضافت: إنها ليست المرة الأولى التي تعتزل بها أمل العوضي فنيا، فقد سبق من قبل اعتزالها عند زواجها الأول من أبو ابنتها الوحيدة منيرة، وعادت للفن بعد الانفصال، حيث يعتبر هذا اعتزالها الثاني، والسبب اقتناع أمل العوضي التام وتفضيلها الحياة الأسرية والاجتماعية على الفن والشهرة والإعلام. وأفادت مصادر كويتية أن العوضي ارتبطت بوزير التجارة الكويتي مازن الناهض، إلا أنها حتى هذه اللحظة لم تخرج لنفي الشائعات أو تأكيدها. أحمد عصام. احتفل الفنان أحمد عصام بزفافه على سارة عبد الفتاح وسط حضور كبير من كبار نجوم الفن والمجتمع، وعلى رأسهم محمد منير، عمر دياب، تامر حسني ومحمد حماقي، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة. سارة عبد الفتاح هي فتاة من خارج الوسط الفني، وهي صديقة الفنانة هاجر الشرنوبي، ازدهرت معها في حفل الزفاف وكانت بجانبها باستمرار. وظهرت العروس في حفل زفافها مرتدية فستانا مرصعا بالكريستال من تصميم هاني البحيري. ميرنا نور الدين. احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين مساء يوم الجمعة الموافق ل2 يونيو 2023 بحفل زفافها على شخص من خارج الوسط الفني، وذلك في حفل كبير حضره عدد كبير من نجوم الفن ليتصدر اسم ميرنا نور الدين الترند آنذاك. واستطاع زوج ميرنا خطف الأنظار في حفل الزفاف، خاصة وأنه شخص غير معروف. وتساءل عدد كبير من الجمهور عن هوية زوج ميرنا نور الدين الذي استطاع خطف قلب الفنانة الصاعدة. زوج ميرنا اسمه عمر عطية، وهو مصري الأصل أمريكي الجنسية، ويعمل كمدرب في جيم شهير، وهو نفس الجيم الذي كانت تتدرب فيه ميرنا، وكان عمر هو المدرب الخاص لها. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.